السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هناخد جولة سوا بين أشهر الأكلات الألمانية في المطبخ الألماني اللي مكوناتها وطريقة التحضير بتاعتها حلال، وفي مطاعم في ألمانيا بتقدمها بضمان إنها حلال بالضوابط الإسلامية، وهنحكي القصة ورا كل أكلة. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول أكلة معانا اسمها غندا برات فوست، سجق اللحم البقري المشوي. ألمانيا معروفة إنها أرض النقانق أو أرض السجق، في أكتر من 1500 نوع مختلف من السجق في ألمانيا، كل منطقة عندها وصفتها الخاصة، نورنبرج وبرلين وبافاريا، فبقى السجق رمز للتنوع جوه ألمانيا نفسها، وهتلاقيه بيتباع في كل مكان هناك زي الفول عندنا. وده بيرجع للقرون الوسطى عشان يلاقوا طريقة يحافظوا بيها على اللحمة من إنها تبوظ ويحتفظوا بيها أطول وقت ممكن، فالحل كان طحن اللحمة وتتبيلها بالتوابل والملح وحشوها في الأمعاء اللي هو السجق، وبكده اللحمة تفضل صالحة للأكل لفترة أطول. يعني السجق بدأ في الأول كوسيلة ذكية للاحتفاظ باللحمة أطول وقت ممكن صالحة للأكل. المكونات بتاعتها عندهم ايه؟ لحم بقري مفروم غندا هاك فلايش، بصل مفروم ناعم فاين جهاكت زويبل، وشوية توم كنوبلاوخ، ملح وفلفل اسود زالز und شفاتسا بفيفا، وجوزة الطيب موسكاتنوس، وشوية بقدونس مفروم جهاكت بتاع زيليا. طريقة التحضير بسيطة جدا، هتخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس، وبعدين تتحشي في أمعاء طبيعية أو غلاف مخصوص للسجق، وبعد كده تتحط على الشواية أو في طاسة سخنة لحد ما تاخد لون ذهبي وريحتها تملى المكان. والقصة اللي ورا أكلة السجق في ألمانيا بدأت في مدينة نورنبرج في القرن ال14، كانوا بيعملوها صغيرة جدا. ليه؟ عشان الأهالي يقدروا يهربوها للمساجين جوه السجون ويدخلوها من فتحة الباب. والألمان عندهم مثل شعبي مشهور بيقول alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei، يعني كل حاجة ليها نهاية إلا السجق ليه نهايتين، اللي هو بيبقى مقفول من فوق مقفول من تحت. هو مثل شعبي زي نكتة كده.